السلام عليكم. نتمنى منكم دعم القناة فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم على قناتي وشكرا. اسمع أيها الإنسان والشاهد وتمعن، أيها الموصوف بالعقل والحكمة. الحياة معجزة دارت منذ 4 مليارات من الأعوام، فليكن لك أثر فيها. سألت السعادة متى تسكنين القلب؟ قالت إذا توفرت 3: عدم الحزن على ما فات، وعدم القلق على ما هو آت، والرضا بما قسم رب السماوات. ثق في نفسك، لأن الواثق لا يلتفت لمكانة الآخرين وإنجازاتهم ومكتسباتهم وما حققوه وما لم يحققوه، ولا يستفزه تقدمهم أو تأخرهم. هو مشغول بتحقيق إنجازاته والعمل على صقل نفسه وتقوية مواهبه. نصيحتي لك: اختر كلامك قبل أن تتحدث، وأعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج. لا تنتظر مساندة الآخرين لك، كن قويا مثل الأسد رغم الظروف والمعاناة. لا تستسلم رغم قساوة الحياة، لأن الحياة لا تعترف بالضعفاء، فكن قويا. ليس عليك أن تكون أفضل في كل شيء، كل ما عليك فعله هو أن تكون أفضل مما كنت عليه بالأمس، وهكذا كل يوم. ومن أعماق الصحراء يا صديقي أقول لك: إذا أردت العيش في هذا المجتمع المنافق يلزمك شيئين: إما مال قارون أو صبر أيوب. انعزل قدر ما تشاء لتكون أقوى. مهما رأيت من الوحدة جحيما لا يطاق، هي أفضل بكثير من الأقنعة المتعددة للبشر. لا تسمح لأحد أن يعاملك بمزاجه المتقلب، إما أن يعاملك بما يليق بك أو دعه لمن يليق به. في الحياة لا تكن كالكتاب المفتوح يقرأك كل من اقترب، فالبعض يستهين بالسطور، والبعض الآخر يسيء الفهم، والبعض لا يفهم بثاثا. في الحياة أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسرا من الأمل على نهر من اليابسة. ولا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك، حتى لا يأتي يوم وتجد نفسك أرخص مما ترتدي. المرجو دعم القناة فضلا وليس أمرا، وشكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.